نرحب بالحوار مع اليهود والنصارى، أهلا وسهلا، حتى مع الملاحدة والكفار، أهلا وسهلا بالحوار، ديننا دين حوار، ديننا دين حوار، لكن ندعو إلى التعبئة والتجيش ضد الآخر المسلم الموحد من أهل لا إله إلا الله. لماذا؟ أحب أن أفهم لماذا وأنا مألوم ومكبوت وممرور. تعرفون لماذا؟ ببساطة وأنتم تعرفون، لأن العدو يريد هذا. أقسم بالله لأن العدو يريد هذا، وأقسم بالله مرة أخرى لأن العدو يدفعهم إلى هذا. لا يدفع هؤلاء السذج المغفلين من المشايخ وغير المشايخ، يدفع الساسة، يدفع السلطات الحاكمة أيها الإخوة، عندها أجندات سياسية تفرضها على إيه؟ على المفكرين والصحفيين والمثقفين والمشايخ البل، هكذا سأسميهم. لن أنعتهم بنعت أحسن من هذا. هؤلاء اليوم بل ليحمدوا ربهم، غدا سيظهرون على حقيقتهم مجرمون، سيظهرون مجرمين قتلة. يوم تدور المعركة ويذبح بعضنا بعضا سيقول العالم كله، العالم المسلم، لعنة الله عليكم، أنتم الذين أرثتم هذه النيران، لعائن الله عليكم إلى يوم الدين، أنتم الذين أحرقتم عالمنا الإسلامي، ضيعتم ثوراتنا، ضيعتم استقرارنا، أجهضتم نهضتنا. نحن إقليم يا إخواني، الشرق الأوسط، العالم العربي والإسلامي أكثر ما يحتاج، أنا أقول لكم، إلى الاستقرار، إلى الهدوء. لا استقرار ولا هدوء والتعبئة والتجيش والنفخ وتوفير الدم 24 ساعة في الفضائيات وعلى المنابر، على صهوات المنابر، حروب ما شاء الله، يمتطون منابرهم كأنهم يمتطون يا خيل الله اركبي، ليذبح الأمة بعضها بعضا، تبا لهم. اللهم إني أبرأ إليك منهم وممن دفعهم وممن يدفع لهم. شيء لا يكاد يصدق أيها الإخوة، لأن ما سيحدث غدا أنا أقول لكم أمام ناظري وأنظار الكثيرين من المحللين والمراقبين واضح جدا، لا يحتاج إلى كرامة، لا يحتاج إلى روح نبوئية حتى نعرفه. أنا أقول لكم مذبحة للجميع. ما سيحدث غدا، وخطبة اسمه حدث غدا، ما سيحدث غدا ويخطط له من عشرات السنين على الأقل في آخر عقدين، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه من على منبر إيه؟ المسجد من عقدين وأنا أحذر من هذا وأقول لا، لا لإغار الصدور أيها الإخوة، لا للتحشيد، لا للتعبئة، لا للتكفير، لا للإخراج من الملة، لا للحكم على قلوب الخلق، لا للتعصب والانغلاقية. كلكم ستدفعون الثمن، أعيدها بشكل واضح مليء، كلنا سندفع الثمن والله العظيم، ما من منتصر وما من فائز، كله سيدفع الثمن. السعيد الوحيد والفرحان الأكبر عدو هذه الأمة، وهذا مخططه. ريتشارد ميتشل أيها الإخوة، صاحب الكتاب الذي شرق وغرب الإخوان المسلمون المعروف، ميتشل يقول: أنا قدمت تقريري للجنة العمل السري للCIA وكتبت فيه: لكي ننجح في غزو المسلمين فكريا علينا أن نصطنع هذه الوسائل، ومن ضمنها أيها الإخوة تعميق الفوارق الطائفية والمذهبية بين طوائف المسلمين. انفخ في النار، انفخ، والنفخ شغال يا إخواني. لا أعجب من حاكم، من رئيس أيها الإخوة، أو حاكم أيا كان إيه نعته أو صفته، للأسف يعمل على تنفيذ هذه الأجندة، لأنه حاكم. ما معنى حاكم؟ يعني مش عنده مزرعة، مش عنده إقطاعية، عنده دولة يلعب بها، دولة كاملة يلعب بمقدراتها، يلعب بشعبها. يعني قد يكون معذورا عند إيه؟ عند الأبالسة من أمثاله، لأنه الإغراء كبير جدا جدا. تريد أن تبقى حاكما؟ نفذ الأجندة تبعتنا، أعداء الأمة، افعل هيك، يفعل. يعني أتفهم هذا من هذا الإبليس، لكن لا أتفهم أن يخب ويضع وأن يهرع إلى تنفيذ هذه الأجندات علماء دين ومشائخ باسم السنة وباسم الدين وباسم الطائفة والمذهب. لا أفهم هذا، لم أفهمه يوما ولا أفهمه ولن أفهمه حتى ألقى الله، لأن الذي أفهمه أن هذا لا يصب إلا في مصلحة أعدائنا، هذا يذبحنا. وتذكروا كلامي هذا وتذكروا حدث غدا. الأمور واضحة واضحة، أوضح من الشمس في رائعة ورابعة النهار يا أخواني. تحشيد وإغار وباسم الدفاع عن الدين. أبدا، الدين أوضح بفضل الله عز وجل، وأخسر وأبسط يا إخواني من أن تختلف عليه هذه الأمة لو عقلت. أين العقل يا إخواني؟ أين القلب؟ أين الصدق؟
أين الإخلاص لله؟ أين الإخلاص لهذا الدين؟ أين الإخلاص في خدمة هذه الأمة؟ أحب أن أعرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.